طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، خلينا نبدا الموضوع كده نلخص الدنيا. معلش الواحد كان عنده ظروف فما كنتش عارف اطلع ولا كنت عارف اتكلم. العبث اللي حصل على الاهلي والزمالك في اول 3 جولات، طبعا الاهلي كان باي في الجوله الثالثه وده له فيديو لوحده مع غزل المحله ان شاء الله ينزل يوم الاحد قبل الماتش. تعالى بقى نتكلم بالراحه كده على ايه اللي حصل، وتعالى نبداها من اول ماتش في الدوري. بيراميدز والاسماعيلي، بيراميدز وادي دجله، اسف. بيراميدز دخل الماتش وكله متوقع بطل افريقيا طبيعي هيمسك وادي دجله الصاعد من الدرجه الثانيه اللي ما معهوش حد يمسكه يرزع له 3 4 تجوان. بس الحقيقه ان مش ده اللي حصل. الحقيقه اللي انت لقيت وادي دجله تبدا بالكره من تحت، نفس الفلسفه بتاعت تكيس جونياس لسه قايمه لحد دلوقتي. النادي اللي بيبدا كره من تحت، اللعيبه اللي انت ما تعرفهاش، ابرز لعيب فيهم كان محمد عبد العاطي. تتفاجئ ان بيراميدز بتتهاجم لحد اما جت الدقيقه 30 او 25 من الشوط الاول. وليد الكارتي عمل فاول عادي جدا، بعدها ب3 دقائق قام عامل الفاول الثاني، قام واخد طرد وبالسلامه. وبيراميدز لعب لحد الدقيقه 60 70، اما الحكم قال لك ايه؟ بيراميدز المفروض منه واحد، اسكت. قام طارد واحد من وادي دجله، واخد بال حضرتك؟ ولعبوا هما الاثنين والماتش خلص ايه؟ تعادل سلبي. دي كانت بالنسبه لي كانت مفاجاه، لان انا كنت متوقع ان بيراميدز هينزل ياخد وادي دجله مثلا 4-5 مرتاح، فاهم الفكره؟ دي كانت بالنسبه لي مفاجاه. جينا لماتش الزمالك وسيراميكا اللي انا كنت حاطط ايدي على قلبي، ما اعرفش نيك فيرا هيلعب ازاي، ما اعرفش الصفقات الجديده شكلها ايه. الزمالك بدا بتشكيله تعتبر هي تشكيله الموسم اللي فات، لحد لما لقيت شيكو بانزا وعبد الحميد معالي وادم كايد، هم دول الثلاثه اللي لعبوا في الماتش ده. الزمالك بدا بشيكو بانزا كان الابرز في الفرقه، ناصر ماهر على الجنب الثاني، وبدا بناصر منسي هو راس الحرب. الزمالك تقريبا كان بيدافع الشوط الاول، الزمالك ما جاش. الزمالك كره في العارضه من فخر اللقاي. وطبعا انت عارف سيراميكا الفرقه اللي هتقعد تمسك كوره وتشي تشي تشي تشي، وانت ولا عارف تعمل معاها يمين ولا شمال، لحد ما علي ماهر قرر انه يشغل دماغه. فاهم انت ازاي؟ تبقى الماتش ماشي حلو معاك والدنيا طيبه، يقوم الراجل المدرب قال لك ايه؟ لا، انا جامد وانا جاهز وانا اللي فيهم. وقام رايح مطلع عمرو السولالي كان ماسك له الملعب. وهنا عجبني فريرا ان الراجل شغل دماغه، لقط ان علي ماهر غلط، قام رايح منزل ادم كادو وعبد الحميد معالي وسيف فاروق جعفر وماسك منه نص الملعب. وشفنا هجمه مرتده، نموذج من اكتر من 13 باص. طبعا سيف الدين الجزيري الحمد لله انه ما لعبش الماتش اللي بعدهم، راح بالكره كده هو كان قصده يلعبها قام مشتتها. ساتر ربنا اللي هي راحت لمحمد شحاته، محمد شحاته بصاها 1 2 ادم كايد هوب، ناصر ماهر قام حط الجول الاولاني. ريحت انت شويه، سيراميكا ضغطت اكتر، بقيت انت تلعب على المرتده بحت. الراجل اللي اصلا كل الشائعات قالت ان هو اساسا بيلعب الكوره وضغط هجومي وبيفتح الملعب، ما لقيناش اي حاجه من ده في الماتش الاولاني. لدرجه ان انا حسيت ان انا بتفرج على فريرا القديم، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ لحد ما محمد شحاته طبعا جاب الجون اللي كلنا شفناه من نص الملعب، وقام هوب حاططها له لوب وخلص اليوم الاول من الدوري المصري. جه اليوم الثاني، انا كراجل زملكاوي قاعد اتفرج، وكتيبه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي دي مستني بقى، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ مستني اشوف الشقلباظات والمقلباظات واشوف الحكايات. انت بتتكلم في فرقه المليار واكتر، صح ولا لا؟ نزل نزل الاهلي مودرن سبورت. طبعا بضحك ليه؟ لان الاهلاوي الكبير المنطير الحقير قاعد ورا الفيديو. ماشي يا محي، والنعمة اقتله بعد ما تخلص. بدأ ماتش الاهلي مودرن سبورت، ايه الاهلي اللي ضاغط مودرن سبورت؟ طبعا اللي راكن الاتوبيس وقال لك انا هبوظ لعب ومش لاعب كوره وهي دي كورتي واللي عندكم اعملوه. المفاجاه بالنسبه لي فين؟ ان المودرن سبورت اتقدم، زي ما انا بقول لك كده. مودرن سبورت في الدقيقه هو الجول الاولاني اللي جابه انا نسيت. بدا ماتش مودرن سبورت، عرضيه من زيزو، ركنيه على دماغ احمد رضا حطها في الجول الاول. طبعا عمك ابو جبل واقف يتفرج وفكرنا بذكريات ال5-3، واقف يتفرج على ال5 تجوان. ولا هو هنا في كوره بقى عبثيه. طبعا انت بتتكلم في مدير فني عايز يبدا من ورا، انا بتكلم عن المدير الفني بتاع النادي الاهلي عايز يبدا من ورا في لعيبه، انا اسف ما بتعرفش تبدا كوره من ورا. يا جماعه انتوا ليه مش قادرين تستوعبوا؟ شوبير انا بشوف ان هو ما غلطش في الجول الاول، الراجل شاف اوبشن الباص الوحيد، حسام حسن قفل عليه اليمين وعندك محمد رزق قفل عليه الشمال، فبالتالي ما عندوش الا كريم فؤاد. هي الفكره بقى في كريم فؤاد نفسه، ان كريم فؤاد كان ممكن يريح لياسين مرعي، وياسين مرعي يطلع وتبقى انت ضربت خط الدفاع او ضربت نص الملعب كله ببسطين. وهي دي فكره الراجل اللي انا شفته في الملعب. لكن ايه اللي حصل؟ لان كريم فؤاد ما بيعرفش يلعب برجله الشمال، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ جابها على يمينه وطفشها في نص الملعب بشكل انا ما بفهموش. انت ممكن تقول لي ان الكره فيها فاول،
امشي معاك جدا، ولكن الفكره نفسها كانت صعبه بالنسبه لي وانا قاعد اتفرج. اللي هو انت بتعمل ايه يا معلم؟ طب خرجها ركنيه، يعني خرجها بره. فاهم قصدي ايه؟ المهم ان الكره اتقطعت. طب طبعا عمك ياسين منعي كان مغطي التسلل، حسام حسن راح بوم، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ حطها بشماله. انا ما شفتش حسام حسن بيحط فينش زي ده مع الاهلي اصلا يعني. حسام حسن كان بيلعب يا جماعه، الراجل كان بيعيط انه اما بينزل، واخدين بالكم؟ الراجل كان متدمر، وده شفناه في احتفاله الاوفر. الراجل اللي ساب الدنيا كلها وراح يحتفل، ولما الجون اتلغى اتعصب وازاي، وكانه يعني كان بيلعب ضد فريق ما لبسش تيشيرته، واخد بال حضرتك؟ طبعا انا معاك ان جمهور الاهلي ظبطوا بعد الماتش، وده حاجه زي ما احنا قلنا على جماهير الزمالك ان هي غلطت في سيد زيزو. طبعا ما ينفعش برضه جماهير الاهلي كانت تغلط في حسام حسن بعد الماتش، لكن ما علينا، دي حاجه احنا مالناش علاقه بيها. المهم بدا الاهلي يضغط واحد واحد. كل متوقع ايه؟ الاهلي بكتيبه النجوم دي هيجيب جول واثنين وثلاثه، بس ده ما حصلش. الاهلي لقيته بيلعب لعب، انا اسف، عشوائي، لعب انت مش فاهمه. لعب بعد ما الاهلي استقبل جول بقى بيخبط، بقى بيلوش، بقى بيباص يمين، يباص شمال بعرض الملعب. وطبعا موديل سبورت الكلام ده بالنسبه له تمام جدا، لوش يا باشا، انا ما عنديش اي مشكله. وركن ورا وركن الاتوبيس. وكانت اللقطه اللي بالنسبه لي غريبه، هجمه مرتده عن طريق الافريقي اللي انا مش فاكر اسمه وسامحني، راح طبعا رقص كريم فؤاد ترقيصه، هو اصلا كان ممكن يجيب جون. كريم فؤاد في اخر لحظه عمل التاكلينج شاطها. وهنا بقى نقف. الركنيات يا جماعه، يعني ايه فرقه زي الاهلي كل ما يجي عليها ركنيه يا تدخل جون يا تبقى خطيره؟ فاهم قصدي؟ ركنيه مرفوعه مسطره، يطلع محمود الفيل ينتشها نتشه، يحطها في السوكه. طبعا مصطفى شوبير مش هيعرف يعمل لها حاجه، وتلاقي نفسك فجاه في اول ماتش بكتيبه النجوم دي متاخر 2-1. طبعا من حسن حظك ان انت عندك لعيب زي زيزو، وبصراحه انا مش هنكر الراجل ده في اول ماتشين هو عامل اداء جامد جدا. هو على الاقل بيقدم لك الاداء اللي كان بيقدمه مع الزمالك. انت ضامن معاه العرضيات، انت ضامن معاه ان في كور في السته هتبقى خطيره جدا. متوقف عليك ان انت بقى هتعرف تستغلها ولا لا. انا بتخيل ان وسام ابو علي لو كان مع الراجل ده كان ممكن مثلا يعدي ال 40 جول في دور مصر عادي، لان وسام ابو علي كان بيوصل له فرص قليله على الجول اللي بيجيبها. وانا معاك، انما تخيل واحد زي زيزو كان هيعمل له كام عرضيه في الموسم. ما علينا. بتلاقي فاول على منطقه ال 18، عرضيه من احمد السيد زيزو، يطلع ياسين مرعي يحط هدف التعادل. وانا توقعت ان الاهلي هيضغط اكتر، ان الاهلي هيبقى شرس، الاهلي اللي انا عارف انه كده كده هيجي في اخر الدقائق يجيب الجول الثالث وهيبقى ماتش لذيذ وجميل لمودرن. ولكن ده ما حصلش. حصلت الكره في العارضه في محمد علي بن رمضان وتالق فيها ابو جبل، والعارضه طبعا ابو جبل تقريبا ما عملش حاجه، هو نط اترمى خبطت في العارضه والموضوع عدى، واخد بال حضرتك؟ ويخلص الماتش الاول في صدمه بجماهير الاهلي وجماهير الكوره عموما حتى الزملكاويه في انك اتعادلت في اول ماتشات. وانا بالنسبه لي مش هتكلم على بقيه الفرق لان دول اللي يهمونا، هم دول فرق الدوري عموما. يبدا الاسبوع الثاني نبدا. الزمالك كان بيلاعب المقاولين. انا بالنسبه لي هبدا بالزمالك ليه؟ لان انا المقاولين هي بيمثل لي الفرقه اللي كانت مفاجاه، فرقه جايه من الدرجه الثانيه، فرقه ما هياش يعني التوب، فرقه كل لاعبتها درجه ثانيه، ما فيهمش الا محمد عنتر المعروف ومحمود ابو السعود. فرقه لقيتها بتلعب كوره حلوه جدا، بيعرفوا يقسموا، بيعرفوا يطلعوا بالكوره من الثلث الاخير لحد الجول، بيعرفوا يعملوا عليك هجمات مرتده حلوه جدا. انت كنت ماسك كوره، لعبت بشكل مختلف تماما عن الماتش الاولاني، ضغطت فرقه المقاولين. ولكن لما تيجي تبص الماتش انا ما عملتش ولا فرصه خطيره، قضيه دباك في واحده اوف سايد. ويعني انا حتى مش فاكر ولا فرصه للزمالك مؤثره الا كره الفينا، الكره اللي في اخر الماتش لما الراجل راح ورقص واحد واثنين وثلاثه، والكره اللي حصل عليها جدل. بس انا وجهه نظري الكره جايه في رجل المدافع، خبطت في ايده وما فيهاش اي ضربه جزاء، الموضوع واضح. فانت ما تقدرش تقول ان انت ظلمت، لان الحكم بصراحه كان جيد جدا في الماتش ده، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي في الدوري المصري. وخلص الماتش 0-0 وتعادلت انت وخسرت اول نقطتين في الدوري زي الاهلي اللي خسر اول نقطتين في الاسبوع الاول. نيجي لبيراميدز اللي بيلعب الاسماعيلي، وانا هنا اتفاجئت. الاسماعيلي اللي لقيته برضه نفس فكره المقاولين، كلهم لعيبه صغيره ما فيهمش الا عبد الرحمن الدح وخطاري، هم دول الاثنين، ومروان حمدي حتى مصاب. انت بتتكلم في اثنين بس من السيزون اللي فات انت عارفهم، الباقي كلهم شباب صغير، شباب 19 و18 سنه، فرقه. وهنا انا اتفاجئت ليه؟ لان معاهم مدرب شاب، مدرب جديد، بيلعبوا الكره جميله جدا، هجوميه جدا، حرجوا فريق بيراميدز بشكل مرعب. لو كان معاهم مهاجم قادر يفنش كانت ممكن الاسماعيلي تكسب 2 و3 و4. وانا هنا بكلمك ان الماتش كان على ارض بيراميدز، انت فاهم حاجه؟ بيراميدز ده اللي واخد افريقيا، اللي معاهم الجناح البرازيلي، ومعاهم فيستون مايلي، ومعاهم مصطفى فتحي، معاهم فرقه مرعبه. فانك تبقى بتلعب بالضعف ده ومش قادر تعمل ولا هجمه لحد ما تيجي ركنيه من الشيبي في الدقيقه حاجه و80، مروان حمدي ينزل بديل يخلص لك وتكسب ماتش بطلوع الروح، وتبقى
وتبقى 4 نقط مع اهلي مع اهلي ومع الزمالك لحد ما يجي الماتش اللي يعني الناس بتشوف ان الاهلي قدم مباراه جيده، على عكس انا تماما. الماتش اللي هو في الجوله الثانيه بتاع فاركو مع كل احترام ليك يا جماعه، انا شايف ان هي فرقه ملط، انا اسف، بس يعني انت كاسبها اصلا لما كان معاها محمد شريف وكان معاها لما كان معاها محمد شريف وكان معاها عمرو ناصر وكان معاها التقيلات بتاعتها، كاسبها 6-0 مرتاح قوي في اخر جوله. انت موقفني عشان انا غلطت في محمد واحمد؟ متاسفين يا معلم احمد، متاسف خلاص يا عم، ما تكتب احمد في المونتاج يا عم، ما حصلش ما انت عملت قلتها كذا مره، وانت تقول محمد شريف يا عم كان اسمه احمد، مش اللي انت فصلتني يا صاحبي، مش اللي انت انا هعيد الفيديو كله من الاول. خلاص انا اسف. تتكلم ان الفرقه فعلا فضيت، الفرقه اللي انا بصراحه انت خساره في الفرقه دي المهاجم بتاعهم احمد الطيب، والله العظيم خساره فيهم، الوحيد في الفرقه اللي انا حسيت ان الراجل ده قادر يمسك كوره وقادر يلعب وقادر بيعرف يلعب كوره. بقيت نص الملعب اوبشن 1 و2 و3 انه يطفش، الدفاع اوبشن 1 و2 و3 انه يطفش. محمود عماد اللي كان بيلعب في نص الملعب اللي انا استغربت جدا ان هم استغنوا عنه او مشوه، طبعا حاجه الاثنين اللي كانوا شايلين نص الملعب، انت بتتكلم في مترجي مشي، انت بتتكلم ان ابرز نجوم الفرقه دي مشيت، فانت بتلاعب فرقه اكاديميه ناشئين، انك تنزل عملت 1 2 جوزيزو جاب جونين وتمام، بس انا عندي علامات استفهام كتير. فرقه زي دي ان هي تقدر تجيب في الجون وبالشكل ده، جون بالنسبه لي اصلا الهجمه من اولها بالنسبه لي علامه استفهام. يعني ايه يترقص من ناحيه الشمال والكره تتلعب بالعرض فيلاقي اتنين في قلب الملعب؟ انت عندك دفاع كارثي، عندك دفاع، انت لما تلاعب فرق اتقل شويه ومع احترامي والله هيجي فيه جوان كتيره جدا، فاهم قصدي؟ ده كانت بالنسبه لي علامه الاستفهام او الحاجه اللي شدتني. انما انت لما جبت 3 او 4 اجوان حسيت انه عادي، انت كده كده كاسبها الموسم اللي فات 6-0 وهي اضعف، ومع ذلك ما قدرتش تجيب السكور اللي هو، يعني انا كنت متوقع ان انت تكسب 8-9، ما تقوليش ده في خيالك، اقول لك لا الاهلي قادر لو كان ضغط على الفرقه دي. ما عندهمش ابجديات الكوره، ما بيعرفوش يلعبوا الكوره، الفرقه حتى ما بتلعبش باستراتيجيه زي علاء عبد مثلا ويطفشوا قدامه، عندهم مهاجم جدا فياخد الكوره ويلعب على الكوره الثانيه، ما فيش الكلام، ما فيش حاجه بتحصل اصلا، هم واقفين مستنيين يدخل فيهم اجوان، فان فرقه زي دي تجيب في الجون صباح فل، انت ضايع في الدفاع، واخد بالكم؟ ده كان ملخص كل الاسابيع اللي فاتت من الدوري المصري. هنشوف ايه اللي هيحصل الجوله الجايه، الاهلي والاسماعيلي، الاهلي وغزل المحله، والزمالك هيلعب مع مين. المهم هنشوف الاهلي هيعمل ايه مع غزل المحله، وده كان فيديونا، وكل فتره كده هنجمع 3 4 جولات من الدوري المصري ونيجي نلخصهم لك. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وسبسكرايب، سلام.